السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. الوليدات البنيات خوتي خواتاتي ان شاء الله تكونوا بخير. سمحوا لي بزاف على الغيبه الطويله، وكما كتعرفوا راه غير العيا والمرض. انا رجعت لكم ان شاء الله واحد الرفيسه باذن الله، واحد الرفيسه اللي ان شاء الله غتكون شعبيه وزويونه عاديه. هنايا عندي كيلو ونص ديال او 2 كيلو اللاروب ديال الدقيق الابيض او الفورص. غنزيد عليهم واحد نص كيلو ديال الفيلو والقمح، ندير نص كيلو كله. والبنات اللي المبتدئات يمكن لهم يديروا قل من هادشي ويعبروا بالكاس ديال العنبه. مثلا الا داروا 3 ديال الكيسان ديال العنبه يديروا كاس واحد ديال دقيق الفينو. وغادي نزيد هنا واحد شويه ديال المليحه، منقوش بزاف لحقاش الرفيسه مازال غادا ندير فيها الملحه كتكون في المرقه ديال الرفيسه. بسم الله، غادا نعجن العجينه ديالي عاديه بحال المسمن، ندلكها مزيان وغادا نخليها ترخف ان شاء الله. ساهله وبسيطه. هذا كان طلب ديال واحد البنيه كتعيش في كندا، قالت لي ديريها ليا مبسطه وتكون بغيت نتعلم الرفيسه على الطريقه المغربيه والعاديه. ان شاء الله تكون تشوفني انا معكم ان شاء الله بعد ما نجمع العجين ونتلاقاو باش نكوروه. هاي العجينه بعد ما عجنتها خليتها واحد 10 دقائق تترخفات كما كتشوفوا، مقاصها ما مرخوفه بزاف، من الاحسن تكون شويه شاده في راسها. غادا نديرها على كويرات صغار، نتوما ديروا على القدر اللي بغيتو. انا غنديرها قد هكايا، حيت غندير جوج، وحده الفوق وحده لتحت، وانتم ديروا على القياس اللي كتبغيو وعلى قياس المقله اللي عندكم. المقله اللي عندي صغيره شويه، وغادا نبدا نكور نحط. هانتوما معايا ان شاء الله. بعد ما كورت العجينه ديالي كلها غادا نديرها بحال هكايا باش ندير وحيده فوق وحيده وندير بيناتهم الزيت كيف كتشوفوا. كلها كورتها وغادي نخليها ترتاح ان شاء الله واحد شويه، واحد 5 دقائق بحال هكاك ان شاء الله، باش نرجع نقرصها ونبدا نطيب. دائما ديروا وسط منها الزيت، لحقاش هادو ملي كيطيبوا هاد المسيمنات راه كيتفرقوا. هي فاش كتجينا حنايا مرقه بزاف ورقيقه، دائما شويه ديال الزيت. والكويرات حاولوا ديروهم قد بعضياتهم باش ما يجيوش خارجين، تجي وحده اكبر من وحده. هكايا كنكمل الكميه اللي عندي ان شاء الله. كما قلت لكم انا راه درت كميه كبيره شويه. وبالنسبه للمبتدئات يديروا بداو غير بنص كيلو ولا كيلو، يديروا مثلا نص كيلو ديال الدقيق الابيض، ويديروا واحد الكاس ديال بقيه العنبه ولا باي قياس عندكم، زيدوا على داك نص كيلو وبداو بعدا صيبوا الورقه. صراحه راه كتجي ساهله وبسيطه. ملي كنكونوا باقي ما جربناش واحد الحاجه كتجينا شويه واعره. حتى نكمل بحال هكا الكميه اللي عندي. دائما شويه ديال الزيت باش يخليها مفروقه ملي طيب. انا راني بديت كيف كتشوفوا كترقى مزيان من الوسط ومن الجناب، حتى كيولي بان لكم سطح العمل. هنا هاد اللي دايره فيه هذا، انا راني قالبه المقله لحقاش المقله عندي صغيره، وكنقادو وصافي. ندير معكم واحده اخرى، كندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت وكنبدا نسرح بحال هكا من الوسط للجناب. وحاولوا ترقوا الجناب مزيان البنات، راه سهله هي سهل من بحال هكا الملاوي ولا هاد الورقه سهله بزاف. كدير بحال هكايا، وداك اللي كندير وحده فوق وحده راه كتجيني انا سهله وعمليه بزاف. كنقلب هادوك
ونعاود نرمي هذه. وهانتوما معايا، هانتوما رانا نوريكم كيفاش كنقلب. كيف كتشوفوا غادا نقلب هذه، خصنا نحيدها بزاف، نقلبها ونولي الاخرى ان شاء الله. كيف نرمي الاخر ان شاء الله. استمر ان شاء الله بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كلها. راه كيجي رقيق بزاف ما شاء الله كيف كتشوفوا. ان شاء الله نكمل بنفس الطريقه وهانتوما معايا. كمل دابا طيبت المسمن ما شاء الله كيف كتشوفوا ما شاء الله. الورقه ديالو رقيقه وطيبه مزيان، ما نحتاجش كنفورها وكنفكو على بعضياتو باش نقطعو. بغيتو تقطعو بيديكم قطعو، بغيتو تقطعو بالمقص قطعو، ليكم الاختيار. ايوا ان شاء الله غدا نقطع. صراحه ورقه زوينه وسهله بزاف، اسهل حاجه. نوضوا حيدوا منكم العجز وديروا لوليداتكم لوليداتكم والعائله ديالكم في رفيسه في هذا البرد، كاين سيخنات راح البرد كاين. ايوا الله يحمينا يجيب لنا الشتاء ان شاء الله يا ربي. ملي بانت لكم شي حاجه في الجناب محروقه ولا شي حاجه مع انا درت هذا المقله عندي قلبتها كنلقى شي حاجه بحال هكا محروقه في الجناب راه كنحيدها. ايوا صافي. وانا غادي نبدا نقطع في المقص، غادي نبدا نقطع. نتوما ليكم اختيار، بغيتو تقطعوا بيديكم قطعوا، بغيتو تقطعوا بالمقص قطعوا القياس اللي بغيتو. بالنسبه لي انا غندير هذا القياس هذا ونبقى غادا عليه بحال هكايا نطيب مزيان كيتقرمش. ملي ديروه تخبزوه غطيوه شويه باش يدير على بعضياته ما يبقاش بحال كيتقطع. سهله وبسيطه وكتوجد دغيا ما كتاخذش الوقت بزاف. وانا نصيحه للبنيات يوجدوا المسمن هو الاول، يوجدوا بحال هكا المسمن اليوم والغدا عليه يصايبوا المرقه. انا بالنسبه لي هذا الفيديو راه جاني طويل، غادي نقسمو على 2 المرات باش ما يجيش طويل بزاف. كتشوفوا انا نقدر نجمع بزاف، بغيت ندير نقدر نجمعوا 3 ولا 4 ديال المسمنات ونقطعوهم بحال هكا خطره. كما قلت لكم راه مقرمش غنطيب مزيان ما غطيتوش، وانتم بقاو فاش تخبزوا بحال هكا غطيو باش يرطب على بعضيات. كما شفتوا هذا هو المسمن انا قطعته، وان شاء الله غدا كما قلت لكم غادي نقسم لكم 2 ديال الفيديوهات، الفيديو الاول والفيديو الثاني باش ما يجيش طويل بزاف. هاد القصيره صغيره ما شاء الله جات كميه وفيره، تقدر تخرج لك حتى 2 البصل. كنتمنى ان شاء الله يكون الشرح ديالي مفهوم ونوصل لكم المعلومه يا ربي. المبتدئات والحاجات تبارك الله عليهم راه كلشي كيعرفوه. ايوا نخليكم على خير ان شاء الله حتى نكمل الفيديو الاخر ان شاء الله.